الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. ما الحل؟ ما الحل يا مشكلة يا مدللة يا متعبة يا مشاغبة، تتسرعين فتغضبين فتندمين فتطلبين مغازلاتي. بهذه الكلمات الجميلة الرائقة اتكلم كاظم الساهر وداعب زوجته وداعب حبيبته. واحنا النهارده جايين في حلقة جديدة من برنامجكم الاجتماعي تأملات إنسانية في الموسم ال11 ضربة حظ، نتكلم عن قضية شائكة وشيقة إلى حد كبير، قضية إنسانية، قضية اجتماعية، قضية شرعية، قضية يهتم بها الرجل وتهتم بها المرأة، ينعكس تأثيرها على الرجل وعلى المرأة وحتى على الأطفال. بنرحب بيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية نتحدث فيها تحت عنوان الزوجة الثانية. برحب بزميلاتي اللي منورين الاستوديو من على اليمين كده، أحلام المخزنجي رئيس تحرير البرنامج وزميلتنا الجميلة اللي بتشارك في تقديم الموسم ال11 بالكامل، والزميلة العزيزة اللي دايما بحييها وبحيي أهل السويس كريمة منصور. أهلا بيك يا كريمة بابتسامتك الجميلة المشرقة دي، أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة. والمشاغبة المشاغبة رشا أبو مسلم، أهلا بيك يا رشا. والأورنجات بقى يعني النهاردة عايزين نعمل حلقة نار، ها إن شاء الله. كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكم وعلى السادة المشاهدين وعلى كل حبايبكم. نتوكل على الله كده ونبدأ النهاردة الموضوع الشائك ده اللي عن الزوجة الثانية مع زميلتي العزيزة أحلام المخزنجي. طبعا برحب بكل زملائي اللي منوريني في الاستوديو النهارده، وبرحب بكل مشاهدينا الكرام وجمهور قناة الحدث اليوم. والنهارده هنتناول موضوع شائك فعلا، وهو موضوع الزواج الثاني. الزواج الثاني ناس كتير بتطلع تتكلم عنه، وناس سواء سيدات، مش هقول رجال، الرجال مش بتهاجموه، بس السيدات كانت بتهاجمه قديما بشكل كبير جدا. انا بهاجم ازاي؟ انا هو معايا هو واحد معارضه من اول لثانيه، هو انا بهاجم الزواج الثاني بس غالبيه بتبقى السيدات. فالاختلاف اللي حاصل الفتره اللي فاتت دي في الكام سنه الاخيره ان ظهر كام واحده يوتيوبر، وفي ناس كتير قوي بتأيد الاراء دي، ان نظرة المرأة للزواج الثاني اختلفت. ما بقاش في عدم تقبل زي الاول، بقت هي تقدر ان هي تختار شريك حياتها متزوج بالفعل. والتغيرات دي يعني كان الاول ما فيش واحدة، كان في مثل بيتقالك الخالي غالي، يعني الشخص اللي ما عندوش بيت تاني بالنسبة لي انا لو انا ست اختاره عشان يكون متفرغ ليا. دلوقتي لا، بسبب الظروف الاقتصادية والتغيرات اللي حصلت بقت البنات بتفكر عامة ان انا اختار واحد يعني هو اوريدي بدأ وبنى حياته. فبقى في ناس بتنادي بالزواج الثاني، وبقى الموضوع منفتح بشكل اكبر. في كمان بعض السيدات اللي بقى وضعها يعني هو دلوقتي حبت حد متزوج، فهي خلاص يعني هي مش داخله البيت تخربه، هي غصبا عنها اتحطت في السيتويشن ده او في الموقف ده، فهي مضطره ان هي تدافع عن الكيس دي. طبعا في حالات تانية زي بعض مثلا المطلقات او الارامل اللي هم محتاجين ونس معاهم او محتاجين حد يتكفل بيهم، فالظروف شاءت ان هي اتحط في طريقها شخص متزوج، فما بقاش النظرة زي الأول. كمان في بعض الأبحاث اللي علماء النفس قالوا عنها إن جاذبية الرجل المتزوج بتبقى أعلى من الشاب الأعزب. بيبقى خبرة لا مش موضوع خبرة، بس هي الفكرة إن الأبحاث دي قالت إنه المرأة عامة بتميل للرجل اللي عنده قوة تحمل وعنده شيل مسؤولية، فهي بتشوف إن الراجل ده بدأ بالفعل حياته وشال مسؤولية، فبيكون أكثر جاذبية ليها من الشخص الأعزب. طب يا رشا، أنت تفتكري إن الزواج الثاني ده عشان ينجح وكده والموضوع ما يبقاش فيه لعبكه جامد ويكون فيه الدنيا تتكربس فوق دماغ الراجل او الست، هل انت شايفه ان الراجل يخفي الزواج التاني عن زوجته الاولانيه، ولا يطلع بقى ايه واد بقى ايه جامد كده، ومش عايز اقول واد دكر كده ويقول بقلب جامد ويقول بص هو بينشق لشقين، تمام؟ ان انا لو خفيت الزواج عن الزوجه الاولى هو ليه مميزات وليه عيوب، ولو قلته ليه برضه مميزاته وليه عيوبه. فانا دلوقتي لو ان انا اخفيته يبقى هي الزوجه ملهاش الحق ان هي تتصل بيه في اي وقت كان، ملهاش الحق ان هو يبات عندها يوم من الايام، ملهاش الحق ان هي تطلب متطلبات هي مش من حقها لان هي مش معروفه.
مش معروفه ان هي كزوجه. يبقى في السكرته بقى وفي بالظبط. السر. بالظبط، فجزء كبير من حقوقها هيقع. انما لو معلن والزوجه عارفه، طبعا هيبقى ليها كل الحقوق، هيبقى ليها ان هي تتصل بيه في اي وقت، هيبقى ليها وقت ما هتحتاجه هتلاقيه، هيبقى يبات ليها معاها. يبات معاها. طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام لما جه قال لنا ان لو الراجل اتجوز زوجه، الزوجه الثانيه لو كانت بكر، ليه عندها ان هي ان هو يبات عندها اسبوع كامل في بدايه الزواج، في بدايه الزواج، فرحتها شهر العسل بتاعها بالظبط. ولو اتجوزها مطلقه او ارمله ليه ان هو يبات عندها 3 ايام. الهانيمون بتاعهم يبقى مختصر شويه، 3 ايام. ده الرسول اللي قال لنا كده. أيوة. فطبعا كل الحاجات دي بتقع منها لو الجواز مش معلن. لكن لو معلن كل دوت هيبقى من حقوقها. طبعا برضو عايزين نلقي الضوء على تناول الإسلام للزواج الثاني. وطبعا الزواج الثاني ثبت في سورة النساء في آية صريحة في قوله تعالى: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. ولكن الآية الكريمة جاءت مش على وجه الإطلاق، ولكن قيدت بحكم معين. ده طبعا كان رأي شيخ الأزهر الشريف دكتور أحمد الطيب، إن الآية جاءت مرتبطة بمساواة يعني بعدم ظلم الأيتام من أوليائهم، وكمان عدم ظلم الزوجة الثانية من الزواج الثاني، ان هو زوجها لما يتزوج مره اخرى برضو ما تتعرضش للظلم منه، وان هو برضو يعدل ما بينها وبين الزوجه الاولى والثانيه. طيب احنا معانا على الهواء مباشره دلوقتي الدكتوره ميادة الحو، الصديقه العزيزه وحفيده الموسيقار العظيم محمد فوزي. بنرحب بيكي يا دكتوره ميادة. اهلا وسهلا يا استاذ محمد، واهلا بكل الساده المشاهدين. طبعا شخصيه قيمه زي سيادتك كده، يعني محاضر لغه القانون الفرنسي في كليه الحقوق في جامعه طنطا، وكاتبه في جريده الجمهوريه. يعني يسعدنا ويشرفنا ان هي تكون معانا على الهواء مباشره في مداخله في حلقه شائكه وشيقه زي موضوع حلقتنا النهارده، موضوع الزواج الثاني. متشكره قوي يا استاذ محمد. الفنان الموسيقار العظيم محمد فوزي قال لك: اصل الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى. هل انت شايفه ان في بعض الرجاله عندهم رغبه ان هم يكونوا فراشات، يعني ترتشف من كل زهره رحيقها ويحط عند كل امراه ويبقى زي البحار اللي ليه زوجه في كل مدينه؟ هل في بعض الرجاله عندهم حته ان هو مزواج بطبيعته، هو بيحب الستات وعايز يتجوز كتير؟ ولا انت شايفه ايه رايك في موضوع الزواج التاني ده يا دكتور؟ للاسف الشديد هو في رجال بيفهموا الايه الكريمه غلط اللي تفضلت الاستاذه وقالتها. علي صوتك شويه يا دكتوره. بيفهموا موضوع الزواج الثاني ده وموضوع التعامل مع النساء على انه هو تعدد عادي لمجرد انه يمتلك القدره الماليه، او حتى على الاقل لو هو يقدر ان هو يعني معاك يا دكتوره، ان هو حتى يقدر ان هو يتزوج واحده او اثنين او ثلاثه. في ناس بتفكر كده للاسف الشديد، انما دول طبعا فاهمين ديننا غلط وفاهمين المجتمع غلط، بعيدا عن جدي طبعا لان هو اغنيته يعني كانت مرتبطه بالفيلم. ولكن طبعا الواقع بيشجع الرجاله على الجواز محمد فوزي. ها ايوه طبعا، يعني اصل دي كانت اغنيه في فيلم، يعني احنا احيانا بتكون موجوده في الواقع، ان زي ما حضرتك تفضلت وقلت. طيب احنا هنستأذنك بس هنطلع ان يذاع اذان الظهر، نستأذنكم في فاصل سريع ونرجع لكم تاني نستأنف الحلقه الشيقه من برنامجكم تأملات انسانيه الموسم ال11 ضربة حظ. نستأنف معاكم حلقة مميزة من حلقات برنامجكم تأملات إنسانية في الموسم ال11 ضربة حظ، ولسه معانا الدكتورة ميادة الحو. دكتورة ميادة، عايزينك تستأنفي بقى فكرتك، أسفين على قطع المكالمة عشان رفع أذان الظهر. لا أبدا ولا يهم حضرتك. اتفضلي كملي كلامك يا دكتورة. فإحنا كنا بنقول يعني بالنسبة للأغنية هي مجرد تعبير عن موقف في الفيلم، وصحيح بيحصل في الواقع، ولكن ما نقدرش نقول انه يعني من الطبيعي ان يكون في تعدد للزوجات، يعني الطبيعي ان تكون هي زوجه واحده. يعني نقدر نقول ان تعدد الزوجات هو الاستثناء وليس الاصل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتوره،
وان شاء الله يعني على وعد بلقاء قريب تنورينا وتشرفينا في برنامج تأملات إنسانية، وخصوصا ان حضرتك كنت من اوائل الزميلات اللي شاركوا في تقديم برنامج تأملات إنسانية في الموسم الاول. نرجع بقى لحوارنا تاني. طيب سؤال بقى لمحمد، بما انك راجل عايزه اوعي تقولي بما انك متجوز تاني احسن اطلع فيها. لا. بما انك راجل، ممكن بقى تقول لي من وجهة نظرك كراجل مميزات الزواج التاني وعيوب؟ والله هو من حيث مميزات فيه مميزات، مش هنقول لا، تمام. بس اعتقد والله اعلم وجهة نظري الشخصية. اوكي. يعني والمفروض المذيع يعني ما يطرحش اطروحته وجهة نظر شخصية، بس انا شايف ان الزواج التاني بيكون عبء وضرر على الراجل اكتر ما هو فايده. يعني يمكن نقول من المميزات قلبه تحس من قلبه. لا المميزات مثلا انه مثلا بيبقى فيه اشباع نفسي، اشباع عاطفي. الزواج التاني ده بيعوضك اللي انت فقدته في الزواج الاول. ممكن تكون فاقد مثلا لواحده تكون واجهه اجتماعيه مناسبه تظهر معاها في المحافل وفي المناسبات، ممكن تكون مفتقد الجانب العاطفي، ممكن تكون مفتقد التعليم العالي فيها. ممكن الزواج التاني يكون دافع قوي ليك ان انا لا انا عايز عندي بيتين دلوقتي وعايز اصرف على بيتين وعايز ابقى راجل وماله هدومي. انما بقى لو جينا على العيوب بقى، اول حاجه الضغط المادي. طبعا عارفين ان مش مصر بس، العالم كله بيمر بظروف اقتصاديه صعبه من حرب اوكرانيا بالظبط. الدنيا قلبت راسا على عقب. تاني حاجه النزاعات المتكرره. النزاعات المتكرره بين الزوجات دي مش كلنا ومش كل الرجاله الحاج متولي. ممكن تبص تلاقي النزاعات المتكرره دي ممكن تؤدي للراجل للانتحار. انا حسحس وحسحس انا عارفين الفيلم اللي اتجنن في اخر الفيلم. وتالت حاجه من العيوب ان انت ممكن مع الوقت بتتعود على الزوجه الثانيه، فالموضوع خلاص بيفقد زهوته معاك، فبتحس ان انت ايه، لا انا اتسرعت في الزوج الثاني. طيب تفتكري يا احلام ايه الاسباب اللي تخلي الراجل ان هو يفكر ان هو يتجوز مره تانية؟ طيب هو عامة الراجل عشان يفكر ان هو يتخذ زوجة تانية، القرار ما بيكونش سهل، رغم ان القرار ده بيكون في دماغ غالبية الشباب حتى من قبل ما ياخد اي زوجة اولى. يعني هو بيبقى لسه ما اتجوزش اصلا وهو بيبقى عنده بيفكر في موضوع الزواج او التعدد اكتر من مرة في اليوم، فده من بحث. فالفكرة ان هو يبدأ بقى انه يتخذ الخطوة دي بيكون ليها اسباب. في راجل مش ما عندوش سبب، هو بيحب التعدد او بيحب ان هو الستات عامه بيحب ينوع، بيحب التغيير. في واحد ماشي يحب على نفسه كده، فهو ده لو عنده المقدره. برج السرطان دول. هو برج السرطان فعلا كده، حبيب جامد يعني بتاع برج السرطان. فهي الفكره ان في راجل عايز يعدد عشان هو بيحب الستات، هو عايز يكون عنده اكثر من زوجه، فدي بتبقى رغبه شخصيه عنده. ومش معنى كده ان زوجته او زوجاته عامه فيهم مثلا نقص او عيب، لا هو بيبقى هو ده دماغه او تركيبته كده غاوي ستات. لا وممكن يكون البيت اول مقصر، ما ده اللي انا لا ده بقى اللي انا هرجع اتكلم عنه. عنده حاجات كتير مش مدياها للراجل، طب فهو هو ده ما اللي يصلح لا، من يصلح لا، من ما البيت هو الأول. حاول يصلح كتير ما عرفش. يبقى لا انا لسه عندك بصي إيه؟ احنا هنتكلم عن النقطه دي، ان في برضو اسباب تانية. زي ايه؟ في مثلا راجل اتفرضت عليه زوجته من اهله، جوزها ممكن. بالعافيه، فهو لما بيوصل لسن معين هو محتاج انه يعوض الجانب العاطفي مع حد تاني. في واحد تاني طب بصوا انا جاي لي كده بيغششوني في الكنترول، بيقولوا لي انتوا كزميلات وبتمثلوا المرأة في الحلقة دي، انتوا تقبلوا ان انتوا تكونوا زوجة تانية؟ تقبلي تبقي زوجة تانية يا كريم؟ لا اقبل ابدا. لا اقبل. احلام لا اقبل عادي. تقبلي؟ انت ديمقراطية وانت يا رشا. اقبل طبعا. ايوه يبقى معانا كده، يبقى معانا صوتين لصوت، يعني كده 70% من يعني من معارضين برضه معايا. انا هو لا يقبل انه يتجوز تاني. بنتكلم عن النساء. اقبل طبعا. احنا بنتكلم عن النساء. بتبقى جميله. والله بجد بيبقى ليها مميزات في جميله. اصلا طيب من وجهة نظرك الزوجة الثانية هل هي بتحافظ على استقرار واستمرار الزواج الأول؟ الزوجة الثانية او هل واجب عليها؟ يعني هل المفروض عليها انا جوزي اتجوزني على مراته، بص. هل انا من واجبي ان انا ادعمه ده طبعا لازم من واجبها ان هي تحافظ على الزوجة الأولى. ليه؟ لأن أنا لو أنا بتكلم كشخص، أنا كزوجة تانية أنا اللي متداخلة عليها، لأن هي الست دي هي اللي بنت البيت وبنت الكيان دوت وبنت الأولاد وبنت كل دوت، فأنا من واجبي إن أنا أحافظ على البيت ده وأحافظ على الأولاد دي. ماشي، بس يا رشا هقول لك على حاجه. في راجل بيبقى عايز يتجوز تاني كنوع من انواع العقاب او تعنيف مراته الاولى. لا طبعا ده من أكبر الغلط.
وانا ما ومش يبقاش انا كل حاجة تمشي بشكل لعبة عقلاني او انا يعني. اساعد في المسلسل المهزلي ده. ما هي الفكرة ان ما ممكن ينفعش. تكون هي ست نفسها مش فاهمة ان هي بتمثل دور في حاجة جواه مش هيقول لها. لا طب بتبان، هل يا بتبان كريمه، وبتتعرف هل بيقدر يحقق الراجل، بيقدر يحقق العدل بين الزوجات؟ خالص. هو الاساس اصلا ان هو لازم يبقى فيه عدل لو هو عايز يبقى فيه تعدد. ليه؟ ان الراجل لازم يساوي ما بين زوجاته، مش بس في الماديات ان هو وينفق عليها وينفق على الاولاد، ولكن برضه في اظهار العاطفه والمشاعر، حتى لو هو جواه ان هو بيميل لواحده فيهم. طيب طيب. احنا اسمحوا لنا، معانا مداخله تليفونيه، الاستاذه ايمان شامه المحاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه ايمان. إيمان شمة. اهلا استاذه ايمان شامه، اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. طيب احنا في سؤال بقى قانوني واستشاره قانونيه. هل يحق للزوجه الاولى طلب الزواج، معذره طلب الطلاق، لو زوجها تزوج عليها زوجه تانية؟ وطي التلفزيون يا استاذه ايمان بعد اذنك. حاضر. معانا يا استاذه ايمان؟ أيوة معاك. وطي التلفزيون على الاخر واسمعينا من الموبايل. طيب ثواني. مع حضرتك، اتفضلي. ماشي. هل يحق للزوجه الاولى طلب الطلاق لو عرفت ان جوزها اتجوز عليها؟ أيوة طبعا بيحق لها طلب الطلاق، قانونا. ولها حق رفع دعوى طلاق عند الزواج بأخرى، ولابد من الزوج أن يعلنها، ولها الحق بالموافقة أو الرفض. غير كده ان لازم ان لها يعني اذا ما اعلنهاش او اعلنها لازم حق لها انها ترفع دعوى طلاق للضرر بالزواج باخرى. وهي بس للاسف القانون لم ينصفها في الاستئناف، لم ينصف الزوجه الاولى في الاستئناف، يعني بيكون ايه لها حق رفع دعوى طلاق للضرر باخرى. تمام. ولكن بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذه ايمان على مداخلتك القيمه دي. واذا القانون المصري يا رشا ادى الحق للزوجه الاولى ان هي تطلب الطلاق، اداها الحق ان هي تطلب الطلاق من وقت ما تعرف مثلا او من وقت الزواج بالزوجه الثانيه، بس ليها الحق ان هي تطلب الطلاق لمده سنه. لو عدى سنه من العقد دوت ملهاش الحق ان هي تطلب لا على الطلاق. فكره هعدل عليكي، لا غلط. هو القانون ده، لا القانون ده اتشرع للزوجه الثانيه اللي زوجها طلب يتجوزها وراح اتقدم وتم عقد القران ولم يعلم الاسره او الزوجه ان هو عنده زوجه اولى. لا معلش، لا الكلام ده على الزوجه الثانيه. ماده 58 لا قانون راجعي بس، المشروع. لا راجعي مصادرك. لا انا مراجعاها الحمد لله. لا أيوة. لا هو طب فعلا احنا القانون خدنا القانون ده عن الزوجه الثانيه، خدنا الراي القانوني. هتشوفي لان هو اصلا لان انا جايبه الماده اسمعيني، لا اسمعيني مش لا الديوك بيتخانقوا بقى، البنات بيتخانقوا على الرجاله يتجوزوا ولا؟ تصحيحا بس فعلا عشان ما نقولش معلومه بس غلط للمشاهدين. لا هي الفكره ان الزوجه الثانيه لو قعدت سنه على ذمه زوجها وما طلبتش الطلاق، نيجي للزواج العرفي بقى. هيعتبر ان هي ارتضت ان الوقت هي يداهمنا. زوجها ايه متزوج، فهي هرجعها هو ده لك. اللي انا قصدي، ملهاش مش حق على إن هي تطلب ايوه على الطلاق الزوجه بعد سنة. الثانيه مش الاولى، الثانيه اللي زوجها ما اعلمهاش ان هو اصلا متزوج. طب استاذ محمد، الراجل يقدر يحب اكتر من واحده؟ والله يعني انا هقولها باختصار كده، هو ينفع يقدر يحب اكتر من واحده، لان تكوينه السيكولوجي والنفسي والانساني والجسدي يحق ليه ان هو يتجوز شرعا في الاسلام اللي هو بينظم معاملاتنا الانسانيه والاجتماعيه، يحق ليه ان هو يتجوز اكتر من زوجه. فهو اكيد يحق لي، مش معنى ان هو حب واحده تانية انه كره الاولانيه، ومش معنى ان هو بيحب الاولانيه انه ما يحبش واحده تانية. لا ده ليها مساكن شعبيه. لا هو ممكن يحب ويتجوز وكل حاجه، لكن اللي يبقى في القلب واحد بس، شخص واحد. ممكن لان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما جه يتجوز كان كان متجوز كتير، لكن كان الاقرب لقلبه لمين؟ سيدة عائشه. فراح قال لربنا ايه؟ قال له اللهم القلب. ايوه معاك. اللهم لا تؤاخذني.
فيما لا لا املك. املك. ايوه فاللهم هذا فعلي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك. ايوه. فربنا عارف ان هو سيدنا محمد اللي في قلب ستنا عائشه. طيب سيدنا عائشه احنا عايزين برضو ننتقل لنقطة مهمة جدا، وهي مشروعية الزواج العرفي. احلام ممكن تكلمينا عنها باستفاضة؟ تمام. ناس كتير قوي بتحتار هل الزواج العرفي حلال او حرام، خصوصا ان هو بعض السيدات بيتخوفوا ان الزوجة ما بتحصلش على حقوقها زي الزواج الشرعي. لكن الزواج العرفي هو زواج عادي شرعي، وهو بيطلب ان انت ممكن ترفعي دعوى اثبات زواج او بتعملي تصادق مباشرة عند المأذون على الزواج العرفي، وبتطلع قسيمة زواج رسمية موثقة بنفس تاريخ الزواج العرفي. والزواج العرفي لو اتعمل، او الزواج الصحيح اللي هو بيماثل الزواج الشرعي عند مأذون او محامي بوجود ولي الامر و2 شهود، فهو بيمثل برضو زي الزواج الشرعي بالظبط، ما بيبقاش فيه اي مشكلة. طبعا يعني كلامك ده يحترم يا احلام، وده وجهه نظر قانونيه ده وجهة واستشاره نظر قانونية، قانونيه. ولكن برضو احنا لا نميل ولا نشجع الزواج لا العرفي في خالص. المجتمع. يعني احنا طبعا مع يعني حفظ حقوق المرأة بزواج شرعي موثق. لا، هو هو الزواج توضيح الإشهار. للاشكاليه اللي الناس بتتناقش فيها، فاحنا دورنا انما ان هو احنا اصلا لو في نقول- اشهار لو في الإشهار اشهار طبعاً جاهز. وفي شهود وفي ولي فهو زواج خلاص، هو شرعي. زواج شرعي. يبقى دينيا طيب وقانونيا. نختم بقى حلقتنا اللي فيها شويه مناكفه كده وفيها شويه صراع بين الرجل والمراه، وبين مؤيدين الزواج من اخرى وبين معارضين الزواج من اخرى، انا وكريم. نختم الحلقه دي بسؤال مهم، وهو متى يندم الرجل على الزواج الثاني؟ نبدا باحلام. نبدا باحلام. لا، هو الراجل عامه هيجيلك بيندم دورك يا على رشا الزواج دلوقتي. الثاني لما ما يتحققلوش الهدف اللي اتجوز بسببه، لان هو اصلا الانسان عامه، مش الراجل بس، الراجل والمراه بيبحث عن الاستقرار النفسي والاسري. فلو اتجوز زوجه تانية وحس انه لسه مازال عنده الفجوه وعنده عدم الرضا وعدم الاشباع وعدم الاستكفاء وحصل مشاكل وضغط مادي، فبالتالي هو بيبدا ان هو يلف حوالين نفسه. فهي الفكره الندم ان هو بيبدا يقابل مشاكل برضو ما يعرفش انه يواجهها. فلازم الراجل قبل ما يتجوز يبقى حاسبها كويس قوي، ولا ايه يا رشا؟ والله انا مش معاكي في الموضوع ده بصراحه. ما يندمش. ما بيندمش. ما بيندمش. لا، طب لو بيندم. كل لو الحالات؟ حصل صراعات، ده بقولك ممكن يوصل بيه بيندم للانتحار. في لا، حالة لا، واحدة لا، لو مش الاثنين للدرجة دي. لو الاثنين مش على توافق. يكفيك شر الاتنين كده في النساء يا رشا، بالظبط، كده كده النساء. النساء لو وحش. الاثنين ولو الاثنين اتصاحبوا بقى، تخيلي لو الاثنين اتصاحبوا ده تبقى ليله جميله. يبقى لبس عارف لو لبس. الاثنين اتصاحبوا يا محمد زي ما انت ما بتقول كده، بالعكس ممكن تبقى الحياه اهدى بكتير. أيوة. ان الاثنين مناكفين مع بعض. طب أيوة. انا اعرف في واحد متجوز 4 ومقعدهم في عماره واحده، واحد قريب واحده زميلتنا، ومقعدهم ال4 في عماره واحده، كل واحده في شقتها طبعا، بس لا وهم ال4 اصحاب جدا. لا جداً. يكلف الله نفسا الا وسعها برضه. حاج متولي، ها؟ مش اي واحد حاج متولي في المجتمع المصري. وكل واحده طيب. مهما كانت كبريائها بيغطي عليها في اي حاجه. ايوه تمام. لا، بس في واحده بتتعايش الغيرة وبتقبل امر بالامر كتبه الواقع. الله على قلب لا الانسان. فعلا، لا فعلا في زوجات بيتعايشوا وبيتقبلوا في الامر زوجات الواقع بيتعايشوا. لو هو عنده ذكاء في التعامل، وان هو ممكن يعرف يكون هو على يساوي فكرة بينهم. عايز يراضي دي ويراضي دي، بس أوه. هو غشيم في المعامله او ما عندهوش صح. كيفيه التعامل يرضي إزاي. واحده قوي زياده عن اللزوم، ويجي على وهو ويكون أصلاً كان لازم ويكون كان يميل. جاي عليها الاول، فيجي يرضيها قوي فالاولانيه تغير، تقول له لا يروح يرضي الاولانيه الثانيه تغير. وبالعكس بيبقى جاي على اللي هي فاكره ان الكل فاكر ان هو بيراضيها، بيبقى والله يا جماعه إن هو جاي الانسان العاقل اللي ما يتجوزش. بالعكس. لا، لا، اللي ما اتجوزش اصلا هو العاقل يعني. اتجوزش. لا انا مش عايز اتكلم ايه برضه، تلاحظوا ان انا متجوز يعني. لا والله يا طيب جماعة نختم أنا كده بأيدكم بكلمه بالجواز اخيره التاني. لكريمه. شايفه الراجل امتى يندم الراجل على الزواج الثاني؟ ما يندمش يا كريم. لا يندم. خليكي على يندم على هي الزواج ما يحكمش. الثاني. لو هو مش عارف يسيطر على البيتين كويس جدا، وفي مشاكل من الزوجه الاولى والثانيه، وان هم مشكلين عامل ضغط عليه شديد، فبالتالي هيجيب لنفسه المشاكل وهتتزايد ولا عليه، دماغ. فبالتالي هيبقى ليه عيوب اكتر من مميزات يعني. لو انت راجل بجد كفي بيتك، لو انت راجل بجد حافظ على بيتك، لو انت راجل بجد خليك قائد في بيتك ولم الشمل وما تفركش وتزودها اكتر طب من ممكن لازم. أقول لك كلمة؟ لان هديكي فرصتك يا رشا، لان المجتمع والحياه اللي احنا فيها دلوقتي اصبح من الضروري جدا 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 ان انت تحافظ على الاسره اللي هي وحده بناء المجتمع وما تفركشهاش عشان اهواء شخصيه. لو انت زوجتك الاولانيه ما بتخلفش وعندك سبب قوي جدا يخليك تتجوز، اتجوز. انما مش انت بقى ايه عشان مثلا مراتك ما بتدلعكش شويه ومشغوله بشغلها وبيتها وعيالها اللي هو جايين منك وبتربي لك عيالك، تروح على طول
تجري ورا اهوائك ورا شهوتك ورا نزوتك وتروح تفركش البيت وتبوظه. واوعى لو التانية قالت لك طلق الاولى تطلقها، لا طلق التانية ما تطلقش الاولى. نختم بكلمه اخيره لرشا عشان كانت عايزه تقاطعني وانا ما اديتهاش فرصه. ان انت جايب اللوم كله عن الراجل ان هو يحافظ على بيته. طب ما احنا لازم نقول للست حافظي على بيتك، ولو واحده حاولت تاخد جوزك ما تديهاش الفرصه، ما تديهاش الفرصه. واوعي تعملي زي الزوجه الاولى في فيلم البيه بواب لما كانت بتروح عامله له الشاي سكر زي يقول لها طب اساليني كم معلقه سكر طيب. وطبعا ده كان لمحه ضروريه اذكرها. موضوع الزوجه الثانيه في البيه بواب كانت بتتدلل ليه وبتدلعه وشايلاه على راسه، في حين ان الاولانيه دايما مكشره ودايما لابسه له لبس البيت والطبيخ والبصل. كنا سعداء جدا بالحلقه الشيقه الجميله دي من برنامجكم تأملات إنسانية. وانتظرونا الحلقه الجايه، هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو ارتفاع معدلات الطلاق والخلع في المجتمع المصري، وهيكون معانا ضيفه قيمه محاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. وان شاء الله نلقاكم على كل خير يوم الاحد القادم على الهواء مباشره من مدينه الانتاج الاعلامي على شاشه الحدث اليوم الفضائيه. نراكم على كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.